السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايديا مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو اضغطي لايك وتضغطي اشتراك وفعلي الجرس واضغطي على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. لو انت ايه اول مرة كده تشرفيني وتنوريني في قناتي. تعالوا النهاردة بقى هنعمل الاكلة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، او الوصفه الحلوه دي. طبعا انتوا اول ما شفتوا طبعا ايه الاكله دي، طبعا عرفتوا ان هي ايه الكوارع الجميله اللي احنا طبعا ايه من عشاقها. خلاص. ده طبعا ايه كوارع كده، دي طبعا بتاعت العيد. قلنا بقى ايه نعملها مع بعض النهارده كده، وهتشوفوا طريقتي حلوه جدا. طبعا انا عملتها قبل كده كتير في القناه، فقلت بقى ايه نعملها النهارده معاكم وتشوفوا بقى طريقتي. وفي ناس طبعا بتعملها بطرق كتيره، يعني في ناس بتسلقها وبتعمل عليها ورق عنب ومش عارف ايه. لا احنا دي طريقتي اللي هتشوفوها دلوقتي، اللي انا متعوده عليها وبنحبها يعني. خلاص. طبعا دي الكوارع طبعا ايه مقسمينها كده او مكسرينها كده. بصوا الكوارع سمينه جدا جدا. غسلها كويس جدا وطبعا نظيفه يعني بطريقه فظيعه. طبعا ده انا سلقاها طبعا ايه اول ما الميه غلت معانا. سقطت كده ايه نزلت كده بالكوارع وحطيت جزر وبصل والتوابل، كزبره ناشفه وكمون وفلفل اسود وملح وورق لور وحبهان وكل حاجه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا الكوارع دي طبعا ايه انا بسلقها قبلها بيوم، قبل ما اطبخها بيوم يعني. عشان طبعا الكوارع كلنا متعودين ان هي بتاخد سوا كتير جدا جدا على النار، فانا متعوده ان انا بسلقها في يوم وايه وناكلها في يوم تاني يوم يعني. خلاص دي كده ده كده ايه تاني يوم. خلاص بعد ما اتسلق معانا شايفين زبدة كده ومستوية على الآخر يعني بطريقة فظيعة. وحلوة جدا طبعا. شربتها سمينة جدا زي ما انتوا شايفين ومستوية. طبعا بصوا الحاجات دي الحاجات اللي بتاخد سوا كتير. لو انت عندك حلة ضغط ده تبقى حلوة تعمليها في نفس اليوم، ما عندكيش تعمليها قبلها بيوم. اول ما الكوارع تغلي على النار تحطيها على العين الصغيرة وتوطي من عليها، هتستوي معاكي وتبقى حلوة زي اكنك كده حاطه فول مدمس كده على النار يعني. هتستوي معاكي وتبقى جميله جدا جدا. بصوا حلوه جدا وشربتها حلوه جدا جدا. حطي جزر، الجزر عامه بيحلي اي اكل او اي شوربه بنعملها. خلاص تعالوا بقى ايه نعمل بقى ايه الصلصه بتاعتنا او بتاعت الكوارع اللي احنا ايه نحطها عليها. نزلت كده ايه جبت ايه طاسه حله اي حاجه عندك اللي هتعملي فيها. نزلت كده بحبه من الزيت ومقطعه بصلايه كبيره كده محترمه. بصوا البصل الاحمر ده، انا بصراحه يعني ايه مش بحبه قوي في الطبيخ. بحب البصل الاصفر يعني، بس هو حلو تحس ان هو كده مسكر كده وحلو يعني. بس انا بحب ايه البصل الاصفر يعني. عامه البصل الاحمر ده لما تيجي بقى ايه تطبخي بيه، لازم ايدك فيه على طول، ما ينفعش تسيبيه كده على النار. عشان لو سبتيه على النار هيسود، هيتحمر معاكي وهيبقى اسود يعني. هيبقى اسود معاكي كده. فلا احنا طبعا انا لو انا طبخت بيه فانا ايدي فيه على طول يعني ايه مش بسيبه. معايا كده الطماطم وقطعت كده ايه قرن فلفل اخضر كده عليها وهنضربها كده في الخلاط. تعالوا بقى ايه بعد ما اخد وقت طويل كده على النار البصل ده، هنزل كده ايه بعد ما ادبل كده واخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. هجيب كده معلقه كده من التوم المفروم، معلقه حلوه كده، نص معلقه كبيره كده من التوم المفروم. وانزل كده ايه بيها على البصل واقلب كده لغايه ايه من التومه كده تاخد لون حلو كده مع البصل. وبعد كده ننزل ايه بالطماطم عليها. خلاص اهو كده شايفين يعني البصل واخده لون موحد يعني لون واحد. عشان ايه طبعا انا ايدي فيها على طول عشان البصل الاحمر ده ما ينفعش تسيبيه على النار وكل شويه تقلب، لا ايدك فيها على طول. اهو كده اول ما اخد لون كده هنزل بالطماطم عليه على طول. خلاص اهو زي ما انتوا شايفين كده نزلنا بالطماطم عليها. طبعا صلصة الكوارع دي مش بنكتر يعني على قد على قد الكوارع اللي احنا نطبخها وخلاص على كده، عشان هي مش بتنفع ايه تقعد كده وكده يعني. خلاص اهو كده وهنسيبها بقى ايه تتسبك ونرجع تاني كده. بعد ما اتسبكت معانا هنحط لها بقى ايه التوابل. طبعا التوابل انتوا عارفين طبعا التوابل بتاعت اللي انا بحطها في الطبيخ.
ملح وكزبرة وفلفل اسود وكمون، ممكن ولو حبهان يعني. خلاص اهو كده زي ما انتوا شايفين. وهنبتدي بقى ايه نقلبها، هي طبعا اتسبكت خلاص. تعالوا بقى ايه. طبعا الكوارع مستوية معانا. طبعا انا هحطها في الفرن، يعني هي مستوية وكل حاجة والصلصة متسبكة وكله. فانا بقى ايه احطها في الصينية وادخلها الفرن، تاخد بس ايه ربع ساعة كده. تاخد كده من الصلصة كده وخلاص، يعني هو شغل لها الشواية حبة وخلاص على كده. هي كل حاجة بقى ايه مستوية فيها وكل حاجة. تعالوا طبعا انا مش هعمل كمية الكوارع دي كلها. انا ايه هطلع كده من الشوربة على قد الايه الاكل اللي احنا هناكلها وخلاص على كده، على قد افرادنا اللي في البيت وخلاص. والباقية كده هحطها بقى ايه في الفريزر لاي يوم تاني بقى ايه ناكلها. تعالوا بصوا شايفين، والله مش مستحملة بتسقط كده من الايه من الماسك. يعني اهم حاجة في الاكلة دي او في الكوارع لازم تبقى مستوية جامد جدا، لازم تبقى زبدة كده معاكي، لازم تبقى مستوية. لو مستويتش معاكي مش هتحبي تاكليهم. فالاكلة دي اهم حاجة في الاكلة دي لازم تبقى مستوية جدا جدا. يعني ما ينفعش ان انتي تخليها نص سوا او ما تبقاش مستوية كويس، لا. لازم تبقى مستوية على الاخر معاكي، يعني تبقى يعني ايه تشيل الحتة كده تسقط منك يعني. خلاص اهو كده انا طلعت كده على قد الغدانة يعني. وهنزل كده ايه بالصلصة عليها زي ما انتوا شايفين. اهو احط الصلصة كده عليها زي ما انتوا شايفين. دي طريقتي اللي انا متعودة عليها في ايه في الكوارع اللي انا ايه بعملها. خلاص اهو كده هوزع بقى ايه الصلصة كده ادخلها كده ايه في الكوارع بتاعتنا. وهجيب بقى ايه الكبشة كده وهنزل كده ايه. طبعا بصوا لازم نكرم بقى الحاجة بتاعتنا. حاجة الايه الصلصة كده. وهنزل كده ايه بكبشتين كده من الشوربه الحلوه السمينه دي على الكوارع، عشان طبعا ايه الصلصه ناشفه معانا. فقلت بقى ايه نحط كده كبشتين من الشوربه زي ما انتوا شايفين على ايه على الكوارع بتاعتنا كده، ايه ونوزع كده ايه الصلصه كده في الكوارع بتاعتنا وتبقى جميله. هي الشوربه عامه تحفه وطعمها جميل جدا جدا. تعالوا بقى ايه دقناها كده لقيناها بقى ايه محتاجه حبه ملح. لازم تظبطي بقى ايه الملح عشان اكلك يطلع مظبوط وحلو كده. حطيت لها كده حبه من الملح وحبه كده من الفلفل الاسود كده على وشها، على وش الصينيه. وندخلها بقى ايه الفرن ربع ساعة، مش هنكتر عشان هي مستوية اصلا. ربع ساعة كده وهنشغل لها الشواية وش الصينية كده ياخد لون حلو كده زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي معايا وخلاص على كده. خلاص او كده هندخلها الفرن ونشوفها كده ايه بعد ما طلعناها. شايفين ما شاء الله عليها حلوة جدا جدا جدا. هي دي طريقتي في الكوارع. حلوة جدا. عايزين بقى ايه جنبها عيش ومخلل، عايزين تعملوا جنب منها رز عادي، انا عملت جنبها رز وبرضو عيش، يعني الاتنين مع بعض. بصوا مستوية ازاي، حلوة جدا. شايفين مهرية كده وحلوة وجميلة جدا جدا. يعني حاجة كده ما تتوصفش بصراحة يعني. يعني انتم طبعا العين بتاكل قبل البق طبعا، يعني شايفينها جميلة جدا. وعملت حبة رز قليلين كده. ودي طبعا ايه بقية الكوارع بتاعتنا في الشوربة الجميلة دي. ودي الكوارع طبعا احط جنبها عيش ومخلل. اللي حابب ياكل رز عادي، اللي حابب ياكل عيش عادي. وده كان غدانا النهارده. يا رب يكون عجبكم. دي طبعا الاكله اللي هتخلي جوزك وحماتك يحلفوا بحياتك. جميله جدا جدا. بصوا ما شاء الله حلو ازاي. جربوها على طريقتي، جميله جدا جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لايك للفيديو وشير للقناه لعمل ايديا ما ام كريم. بحبكم في الله. وفضلا وليس امرا شير للقناه ولايك للفيديو عشان القناه تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.